السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تركي الفيصل صرح تصريح أنه إمكانية أو أنه يسعون مجلس التعاون الخليجي ل يعني مستقبلا إذا استقر اليمن لإدخاله ضمن هذه المنظومة، منظومة مجلس التعاون الخليجي. وأبغى أعلق على هذا التصريح. أولا، المفترض أنه لا يسمى مجلس التعاون الخليجي، هو يسمى مجلس التآمر الخليجي، لأنه في الواقع أنه اسمه مجلس التآمر أو أنه لم ينجز شيء ولم يحرز أي نجاحات غير التآمر والتناحر وتسخير إمكانات هذه الأرض وهذه الجغرافية كلها ضد أهل الأرض وسكان هذه الأرض وهذه الجغرافية، وضد العرب المحيطين أو الناس والبشر والمسلمين المحيطين بهذه الأرض. هذا رقم واحد. يعني مفترض أنه يسمى مجلس التآمر الخليجي، وهو حقيقة جدير بهذا الاسم، لأنه لم تجني منه الأمة إلا التآمر والخنوع. ثانيا، هل مجلس التعاون الخليجي أو ما يسمى مجلس التعاون الخليجي هو فعلا نبغ أو انبثق من الشعب أو من المجتمع أو من الجغرافيا نفسها، أم أنه أوجد هذا الكيان لحماية مصالح الغرب وحماية مصالح الصليبيين وحماية مصالح بريطانيا وأمريكا حاليا؟ يعني في الواقع أنه لم ينبثق من روح الشعب ولم يختار الشعب أن يكونوا هم خليجيين، فهم عرب ومسلمين من يعني المفترض من أبناء الجزيرة العربية أو من جغرافية الجزيرة العربية. ومن ثم إنما وجد لحماية مصالح بريطانيا وحماية مصالح الغرب، ولعزل هذه الجغرافية بما تحتويه من مقومات حيوية ومهمة جدا. عزله أولا عن عمقه التاريخي والاستراتيجي اللي هو اليمن كأكبر مكون في هذه الجزيرة العربية، مكون بشري وكتلة بشرية وموقع استراتيجي مهم جدا وعمق تاريخي. وعزله أيضا عن العراق وعن الشام المؤثر جدا والحيوي جدا، وصناعة هذه الممالك اللي أصلا ليس لها تاريخ، تقدر تقول عنها كيانات جديدة، كيانات لقيطة، والتأثير فيها ليس فقط كجغرافيا وإنما تغيير مسمياتها. فهذه سميت السعودية وهذه سميت الإمارات وهذه سميت قطر وهذه مش عارف إيش، وهي بالواقع مثل ما تقول ليست منبثقة من التاريخ ولا من الأرض ولا من أبناء الأرض. فالناس ينتسبون للنجد والحجاز واليمن والبحرين، ينتسبون لهذه الأقاليم. أنت رحت جبت كيان آخر اسمه سميته السعودية، وكيان آخر اسمه قطر، وكيان آخر اسمه الإمارات، وهي ليست موجودة أصلا. فهي في الواقع لا تعبر عن أبناء المنطقة ولا عن مصالحها ولا تحمي مصالحها، ولم تحرز لها أي مصلحة أصلا في القريب وفي الماضي، ولا لن تحرز لها الآن ولن تحرز لها في المستقبل، لا سيما بعد 2017، بعد الحصار الذي دام 3 أو 4 سنوات على أحد الأعضاء اللي هو قطر. يعني إحنا لو قارنا مجلس التعاون هذه المنظومة، طبعا مجلس التعاون الخليجي أنشئ بريطانيا، وكذلك جامعة الدول العربية أيضا أنشئت بريطانيا. الاستعمار عندما دخل إلى البلدان العربية والبلدان المنتسبة للإسلام أو البلدان الإسلامية، لم يدخل يقول له والله أنا جاي عشان أضعفك أو عشان يعني أنهب ثرواتك أو أخذ أرضك أو أغير هويتك ودينك أو أن أفصلك عن محيطك أو أن أفصلك عن تاريخك وأفصلك عن عمقك الاستراتيجي أو كذا. ما جاي عشان كذا، هو جاي يقول أنا سأصنع لك بلد وأحوش عليه وأقول لك يلا اعلن فيه الاستقلال، اعلن فيه الاستقلال. يعني هو جاي في الأساس على أنه مصلحتك أنت، وهو في الواقع هو كذا يصور لك، وهو في الواقع ليس لمصلحتك. يعني مجلس التعاون الخليجي
عندما ينفصل عن عمقه التاريخي اللي هو اليمن، وعن عمقه الاستراتيجي للعراق والشام وبقية الأقطار العربية، هو في الواقع انهاك له واستفراد به لنهب الثروات، للاستفراد بأهل هذه الأرض، وصناعة أيديولوجية خاصة فيه بعيدة عن الأيديولوجية الأخرى الموجودة في الضفة الأخرى أو في القطر الآخر. فأهل اليمن لهم أيديولوجية، وأهل السعودية لهم أيديولوجية، وأهل قطر لهم أيديولوجية، وأهل مصر لهم أيديولوجية تختلف تماما. ومن ثم اختلف الهم، فسيختلف المصير. أنا مصيري غير مصيرك، ما لي علاقة فيك. أنت احتلك الفارسي، احتلك الصفوي، أو الصفوي عفوا مو الفارسي، احتلك الصفوي، احتلك الصليبي، الصهيوني، احتلك، صنع فيك ما يريد. أنا مصيري غير مصيرك، همي غير همك، تفكيري غير تفكيرك، مشروعي غير مشروعك. من ثم إذا تعددت المشاريع اختلفت الهموم، واختلف المصير. فالمغربي ما له هم، انحرقت الجزيرة العربية، بقيت لم تبقى، ما همه شيء، لأنه هو بالنسبة له مصيره مختلف، وهمه مختلف، ومشروعه مختلف تماما. وهكذا. فماذا صنع الاستعمار؟ صنع الاستعمار الكيان الأول، الكيان الخليجي، وصنع الكيان لماذا؟ ليعزل هذه البقعة عن محيطها، يعني عمقها التاريخي اليمن، وعمقها أيضا الاستراتيجي مصر والشام والعراق. ثم صنع ماذا؟ جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية تأسيسها تأسيس بريطاني، بطلب من بريطانيا أو بأمر من بريطانيا، كونها مستعمرات تابعة لها هذه الأقطار وهذه البلدان. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفصلوا عن عمقه الإسلامي والتاريخي اللي هو الدولة العثمانية، وبقية الأقطار أو بقية الأعراق مثل فارس اللي هو إيران وأفغانستان ومش عارف مين، أذربيجان وغيرها، وعن أيضا محيطها العثماني أو التركي، وغيره من الأعراق الأخرى التي تنتسب للإسلام، أو اللي بلدان تعلن أنها بلدان مسلمة. فهو في الواقع يأتي إليك ليس من أجل أن يمزقك أو أن ينهكك أو أن يضعفك حسب ما يقول هو، يصور لك، لا، يصور لك أنه والله أنت الآن كمصري عندك ناس ممكن يبغون، طمعانين في أرضك، طمعانين في ثرواتك، طمعانين في كذا، ومن ثم لازم تسوي حاجز عليك لأنك أنت إنسان يعني مميز كمصري، أنت إنسان مميز كسعودي، أنت إنسان مميز كقطري. لابد تسكر على نفسك، لابد أنت تنعزل عن محيطك. حتى إذا أردت أنا كمستعمر أن أنتهك حرماتك، أن أغير جذورك، أن أغير عقيدتك، أن أغير أيديولوجيتك، أن أنهب ثرواتك، أن أقيم عليك حربا، لا تستطيع أن تقاومني أنا. ليه؟ لأني أنا عندي اتحاد أوروبي، عندي حلف الناتو، عندي أمريكا. بالمناسبة الحديث عن مجلس التعاون الخليجي، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت كان هذا الحلف أو الاتحاد من 13 ولاية فقط، والآن هم وصلوا إلى 50 أو 51 ولاية أمريكية، وهي أكبر دولة في العالم تقريبا من ناحية القوة ومن ناحية حتى الجغرافية يعني. ويمكن سمعتم ترامب أنه يقول أنه يرغب بضم كندا، ومع أن كندا تقريبا جغرافيا أكبر من أمريكا، لكنه يقول يبغى يضم كندا كولاية 52 أو 53 أو مش عارف كم. فالمقصد الذي يعول على مجلس التعاون الخليجي كمنظومة ليست منبثقة من الشعب، ولا تعبر عن نبض الشعب، ولا عن نبض الشارع، ولا عن هموم الشارع أصلا، هو في الواقع واهم. لكنه تركي الفيصل قال كلمة، قال اتحاد خليجي أو اتحاد جزيري. اتحاد خليجي أو اتحاد جزيري. أولا أنا خليني أعلق على هذا الموضوع من ناحية أنه لأنه في بعض اليمنيين مبسوطين أو فرحانين أنه هذا ممكن يكون وكذا، وهو كل أماني من باب الأمنيات. ليه؟ لأنه أنا باعتقادي أنه
هذا التعاون، منظومة التعاون الخليجي لا تعبر عن الشعب ولا عن مصلحة المنطقة، هي في الواقع تحمي مصالح بريطانيا وأمريكا والغرب يعني. أولا أعتقد يوجد حقل نفطي كبير جدا في الربع الخالي باتجاه اليمن، وهو تقريبا ذكر أنور عشقي أنه يعني حقل كبير جدا، يمكن يمثل 34% من احتياطي العالم. وأنه حسب ما يقول نور عشقي أنه حتى يستفاد منه يجب أن يكون هناك سلام في اليمن. هذا الكلام قاله قبل الحرب، وهو يقصد السلام في اليمن يعني أنه يوجد أيادي أمريكية وبريطانية استعمارية هي اللي تستفيد بالدرجة الأولى من هذه الثروة الموجودة في الربع الخالي أو الربع الخالي في اليمن. الجانب الثاني لا أعتقد أنه يمكن يكون هناك اندماج بين اليمن وبين المحيط الآخر في الوضع القائم، والسبب أنه أنظمة ما تسمى ممالك النفط أو الخليج أنظمة بدائية، أنظمة بالية متخلفة. يا جماعة الخير ركزوا، المسألة ليست عنصرية أو ليست أنه والله قاعدين كذا نتكلم، لا، النظام القائم على استشارة الشعب واختيار الشعب ومراقبة الشعب ومحاسبة الشعب في الجزيرة العربية كلها. لم يكن هناك نظام دولة مسمى دولة، مؤسسات وفيها محاسبة ورقابة وفيها كذا، غير اليمن. السعودية نظامها نظام متخلف، النظام السياسي. لا أتكلم عن ثروات قيمته وبني فيها بيوت وشوارع وكذا، لا، كنظام سياسي النظام السعودي نظام متخلف، النظام القطري نظام متخلف جدا، بدائي جدا، حتى أنه حلفائهم من الأمريكان والغرب يشعرون بالعار وبالثقل أنهم هؤلاء حلفائهم، لأنه يعني هم يعتقدون أن هؤلاء يعني انتهاك حقوق الإنسان، لا توجد محاسبة، لا توجد شفافية، لا توجد رقابة، يوجد فساد هائل جدا، انتهاك لحقوق الإنسان، قتل بالجملة، انتهاك لحقوق المرأة، كل ما يعني تستطيع أن تقول فيه قل، لأنها نظام عزب ونظام بعيدة جدا عن مبدأ الحياة الجديدة أو الحديثة أو الحداثة الذي يتغنى بها الغرب. ومن ثم أنه يقول والله حليفي السعودية كنظام أمريكي أو كنظام غربي، هو في الواقع كأنه يعني يضع على نفسه وصمة عار أنه يحالف نظام سياسي متخلف بهذه الصورة، أو النظام الإماراتي، أو نظام عزبة، نظام ميليشيا، نظام أسرة ما تعترف بالشعب. يعني النظام السعودي الآن آل سعود لا يعترفون بالشعب، بقية الشعب، نحن وفقط، نحن وخلص، بقية الشعب ليس لهم دور لا في المحاسبة ولا في الرقابة ولا حتى في الاستفادة من الثروة بصورة مباشرة. هم يستفيدوا من الثروة لكن بصورة غير مباشرة. يعني أنا أخذ مخصصات كأمير مثلا، يأخذ ملايين يوظف الناس الآخرين، أو مثلا وزارة المالية تعطى كجهة تعطى 5% من إيرادات البلد ومن إيرادات الجغرافيا وإيرادات النفط، تعطى 5% إلى 10%، وهي توزع على شكل كأنهم موظفين أو أجراء، فهم يستفيدون بصورة غير مباشرة، لكن لا يستفيدون بصورة مباشرة من هذه الثروة. فلذلك نظام الميليشيات أو النظام الأسري، هذا نظام العزبة، نظام أناني جدا، متحكم جدا، ليس لأحد قيمة في هذه الأرض غير آل سعود أو الأسرة أو آل نهيان أو آل ثاني أو آل الصباح أو كذا. ليس بقية الناس ليس لهم قيمة وليس لهم قدر وليس لهم حقية أنهم يستفيدون من الثروة أو يستفيدون بصورة مباشرة. تكلم فلذلك إذا كان هناك إمكانية أو إذا كان عندها استعداد يعني دول مجلس التعاون الخليجي أو ما تسوى دول مجلس التعاون الخليجي أنها تغير وتحدث في الأنظمة الحكم لديها، أعتقد ممكن يكون فيه تأسيس لمنظومة فعلا قوية تحمي البلد وتكون منبثقة من الشعب ومن اختيار الشعب. يعني مثلا احنا نتكلم عن تركيا ما بسبب عدم رضا أوروبا أو الاتحاد الأوروبي بانضمام تركيا إليها، السبب أنه يوجد برلمان أوروبي. البرلمان الأوروبي يتم اختياره اختيار مباشر من الشعب،
وتركيا تقريبا 80 أو 100 مليون أو كذا، وأوروبا كلها 300 مليون، يعني معناه أو 200 ومش عارف كم. معناه أنه لو صار في انتخاب مباشر، لو دخلت أوروبا تركيا كعضو في الاتحاد الأوروبي، ثم حدث انتخاب مباشر هو يحدث هو كذا، يعني الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي ينتخب انتخاب مباشر من أعضاء البرلمان، أعضاء مواطني البرلمان. معناه أنه تركيا ستأخذ على الأقل ثلثي البرلمان، وهذا سيؤثر تأثير كبير جدا في سير الاتحاد الأوروبي. نفس الكلام في مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي الحل عندهم أنهم يمزقون اليمن، ممكن يمزقوا إلى يعني بلدين أو قطعتين أو 3 قطع، ثم بعد ذلك يدمجوه بالتعاون الخليجي. لماذا؟ لأنه الخوف أنه ممكن يحدث تطور أو مطالبات في نظام مجلس التعاون الخليجي، ويصبح مثلا مجلس التعاون له برلمان يعني سياسي، له مجلس سياسي، وهذا المجلس سيختار اختيارا من الشعب نفسه أو من اختيار مباشر من أبناء الشعب. وهذا بالنسبة لأهل نجد يعني كقومية تقريبا، ما نقول قومية، كقطر أو إقليم فيه نوع من الاستعلاء والعنصرية على الحجاز واليمن وعلى كذا، بيكون عنده مشكلة في هذا الجانب. يعني من ثم باعتقادي أنه لن يكون هناك شيء. طيب ما الحل؟ الآن كثير من اليمنيين يقولون ما الحل حتى يعني يخرج اليمن من هذه الأزمة؟ الحل الوحيد أنا أقول هذا لأهل اليمن، الحل الوحيد أنه يا جماعة الخير نحن أهل الأرض، سواء كنا أهل اليمن أو أهل الحجاز أو أهل نجد أو أهل كذا أو كل هذه الأقاليم، نحن أهل الأرض، وليس آل سعود هم ليسوا آل سعود هم أهل الأرض، وليسوا آل ثاني هم أهل الأرض، وليسوا آل الصباح هم أهل الأرض، وليسوا آل نهيان أهل الأرض، ولا الحوثي من أهل الأرض. أهل الأرض يعني هم من الأرض وهم شركاء، نعم، لكنهم ليسوا هم المتحكمين. ومن ثم الأكثرية الغالبة أو الأكثرية الساحقة هم المفترض اللي يكون لهم القرار، وليس الأقلية، أقلية آل سعود أو أقلية الحوثي أو أقلية آل نهيان أو أقلية آل ثاني وآل الصباح وغيرهم. هذه أقلية لا ينبغي ولا يجوز أن تتحكم في مصير 60 مليون أو 65 مليون. هي أسر في بلد ثري جدا لم تستطع، يعني فاشلة، أسر فاشلة. الآن نحن نتكلم عن آل سعود وآل ثاني، ممكن آل ثاني في قطرهم صنعوا نوع من الهدوء والاستقرار والتنمية، أو آل نهيان أيضا، لكن بقية الأسر ما صنعت شيء من التنمية الاقتصادية، من الشيء من الرخاء، شيء من الهدوء، لم تصنع اقتصادا. حتى قطر والكويت والإمارات باستثناء يمكن الإمارات ما صنعت نموذج فعلا. لو فجأة انقطع النفط وتستغنى العالم عن النفط لن يكون هناك شيء اسمه أصلا بلدان، بسبب أنه لا يوجد لها مقومات بلد. هي تحمل بين طياتها عوامل الانهيار والسقوط أصلا، لأنها في صحراء، لأن لا يوجد لها مقومات زراعية، مقومات يعني يمكن يعيش عليها البشر، بل بالعكس ممكن تنقرض في أي وقت من الأوقات. المقصد أنه الحل الوحيد لأهل اليمن ولأهل الحجاز ونجد الخروج من هذا المأزق، لا سيما أهل اليمن لأنهم تحت الحصار، هو التحالف مع الشعب. آل سعود لا يمثلون الشعب، وآل نهيان لا يمثلون الشعب، وآل الصباح لا يمثلون الشعب، كذلك الحوثي لا يمثل الشعب ولم يختاروا الشعب. الحل الوحيد هو أن يجتمع أهل الأرض وأن يتحالفوا وأن يتفقوا وأن يتواصلوا ويتدارسوا أمورهم. لماذا؟ لأنه لو حصل اهتزاز أو حصل حرب أو حصل تحرك شعبي، ستجد هؤلاء يهربون بطياراتهم الخاصة وبأموال اللي سحبوها، مثل ما حصل لبشار الأسد، مثل ما حصل لبقية الطغاة بن علي وغيرهم. مع أول اهتزاز ستجد آل سعود يهربون، وهم ليسوا أهل الأرض، وإنما هم يتخذون من هذه الأرض كمغنم يغتنمونها ويسحبون ثرواتها ويبطشون بأهلها ويقتلونهم. الحل الوحيد التواصل مع أهل الأرض، توثيق العلاقة مع أهل الأرض، ولا نستجيب لهؤلاء الطغاة والمستبدين والمجرمين
في صناعة الفرقة وصناعة الاختلالات وصناعة السب والشتم والعنصرية وتوطينها وتوثيقها وزيادة البون أو الفرقة فيما بين أبناء المجتمع الواحد اللي هو مجتمع الجزيرة العربية. وأفضل من يمثل الشعب في هذه الأقطار أو في هذه البلدان في الجزيرة العربية هم المعارضين، وغالبا هؤلاء المعارضين هم في الخارج. فالمفترض أنه يدفع بالمعارضين ويتم التعاون معهم لمشروع، المفترض أنه مشروع اتحادي يحفظ حقوق الشعب وحقوق المجتمع في الجزيرة العربية ويحمي ثرواته ويحمي مقدراته ويحمي هويته اللي هي مهبط الوحي اللي هو الإسلام. ولا ننجر إلى المهاترات والمناكفات، والله أنا يمني وهذا سعودي وهذا مش عارف مين وأنتم بدو وأنتم كذا وأنتم حضر. كل هذه المناكفات هي في الواقع تخدم المستبد، تعطيه طاقة أنه يعيش من جديد. وأعدى عدو للمستبد هو الحوار، هو الوعي بين أبناء المجتمع، هو الكفر بهذه الحدود. لأنه كيف يصنع المستبد والطاغية لنفسه قدرة أنه يتحكم بمجموعة من البشر؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا مزقهم، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. فهو يمزقك أولا، يأخذ هذا ويعطوهم ميزات، وهذا يأخذهم ويعطيهم ميزات، ثم هؤلاء يقتلهم بحجة أنهم والله لم ينقادوا، وهؤلاء اللي عندهم ميزات ساكتين صامتين، احنا ما لنا شغل فيكم، وهؤلاء اللي عندهم ميزات ما لهم شغل فيه. إذن فالطاغية يقتات على تمزيق الأمة، يقتات على تصنيف هذا يمني هذا سعودي هذا نجدي هذا مش عارف ميش هذا، يقتات على هذه. وهي تعطيه طاقة، بل تعطيه انه يتبوأ مكانة اعظم، بل انه كثير منهم من ابواق هذا الطاغية يتصدرون ويقولون لولا اسرة كذا لولا فلان لولا علان لا قتلنا انفسنا ولا قتل بعضنا بعضا. فالحل الوحيد هو توثيق العلاقة بالشعب، التحالف مع الشعب لانهم اهل الارض وليس اهل الارض آل سعود ولا آل نهيان ولا آل الصباح ولا غيرهم. توثيق العلاقة فيهم. وخير من يمثل هؤلاء في الوقت الحاضر هم المعارضين، والمعارضين اللي في الخارج أو في الداخل هم من يمثلون الشعب. ويجب أن ترتفع الأصوات وأن تعلو الأصوات، فنحن أهل الأرض يا جماعة، وليس هذا الطاغية أو ذاك، وليست هذه الأسرة ولا تلك. نحن أهل الأرض ونحن من سنحميها، ونحن من يجب علينا أن نحررها، سواء من هذه الأسرة السلالية المنتنة، أسرة آل سعود أو أسرة آل نهيان أو الحوثي أو غيره. نحن أهل الأرض، ولا يمكن أن يأتوا هؤلاء الأقليات الذين لا يمثلون 1% من جغرافية الجزيرة العربية أن يأتوا يتسلطوا على رقابنا وعلى أحرارنا وعلى شرفائنا وعلى أكرامنا وعلى ثرواتنا، بل يغيروا في هويتنا. فهذا يسميه يمني وهذا يسميه سعودي وهذا يسميه قطري وهذا كويتي وهذا كذا. فنحن عرب من الجزيرة العربية، ونحن أصل العرب في الجزيرة العربية، ونحن من صدرنا العروبة وصدرنا اللسان وصدرنا. ولا يمكن أن تقسمني وتمزقني وتغير في هويتي. يجب أن يكون هذا هو الصوت الذي يرتفع. أما مسألة أن يقول والله أنا أبغى حل مشكلة بلدي اللي هي اليمن أو الجنوب الجزيرة العربية وما لي شغل من السعوديين، ما لي شغل من حجاز ونجمة، أنت هنا في الواقع لا تحل مشكلة، أنت تصنع مشكلة جديدة. لأن النظام هذا الكيان، كيان ابن سعود، كيان السعودي، ما وضع إلا للحرب عليك، ما وضع إلا للحرب على الجغرافية، ما وضع إلا لحماية مصالح الغرب، مصالح البريطانيين في هذه المنطقة، ما وضع إلا ليستحكم بمنبري مكة والمدينة بحجة الخدمة لها وبحجة أنه يخدمها وأنه يعني يؤدي رسالته. هو في الواقع هو يسخرها للغرب ويسخرها للصليبيين ويسخرها لكل عدو لهذه الأرض وعدو للإسلام والمسلمين وللعروبة. يجب أن نكون واعين أمام هذا المخطط. صحيح قد يكون في صعوبة، لكن أعتقد أنه إذا انتشر الوعي، وأنا أعتقد أنه كثير من الشعوب اليوم وصلت إلى مرحلة أنه تدرك أن هذه الأنظمة ما صنعت لها اقتصاد، ما صنعت لها مثلا رخاء، ما صنعت لها جيش يحميها، ما صنعت لها مستقبل، ولم تصنع لها ماضٍ، ولم تصنع لها حاضر حتى.
ولم تصنع مستقبل. الآن وصل الأمر بعض هذه الأنظمة اللعينة إنها تتاجر بأعراض نسائنا، بأعراض بناتنا في جزيرة العرب. حتى تعيش يجب أن البنت أن تتاجر بجسدها، يجب أن تعرض جسدها في السوشيال ميديا، وهذا اللي يحصل في السعودية أو يحصل في الإمارات وغيرها من البلدان. فيجب علينا أن نكون واعين لهذا المخطط، أن نقوي من أواصر التواصل فيما بيننا كشعب في الجزيرة العربية، أن يرتفع الخطاب، لا نخاف، نتكلم، نحن نبض الشارع، نبض الشعب، مصلحتنا كجغرافيا وكبلد أن نتحد. من حقي أن أكون مثل الأمريكي الذي يعني اتحدت 51 دولة، وكل دولة منها أقوى من الوطن العربي كله. تكساس لوحدها أقوى من الوطن العربي كله. من حقي أن أكون كذلك، من حقي أن أنا ابن هذه الجغرافيا العربية، ابن هذه الأرض، من حقي أن أتحكم فيها، وأن يكون لي قرار فيها، وأن أراقب ثرواتها، وأن أقيم ديني وشعائر ديني فيها. فإذا لم أقيم ديني في أرض عربية في مهبط الوحي، فأين سأقيم ديني كما أريد وكما أشاء؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأراكم في فيديو آخر. السلام عليكم.